صباح الخير، صباح النور، إن شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم رجعت لكم بوصفة. اليوم رجعت لكم بطماطم كونسونطري تعمل 66 كيف كيما متاع المحلات، كيما طماطم معجونة. إن شاء الله تعجبكم وتجربوها، واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الكمية هذه يعني عملتها برشا، انتم تنجموا تعملوا اقل، تنجموا تعملوا اكثر اللي عندكم. الخاطر كيف ترخص الطماطم من المستحسن تشروا طماطم كعب، خاطر طماطم الحكة غالية. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كما تشوفوا طماطم كونسونطري، طماطم شوفوا حتى الكعبات الطماطم كيفاش اللون متاعهم غامقة سمحة، معناتها حمراء سمحة. باش نوريكم كيفاش عملتها وكيفاش التفاصيل، وإن شاء الله تعجبكم وتجربوها. كيما تشوفوا الكمية اللي شريتها برشا. باش نغسلها، نغسلها ومن بعد تالي نشقها كل كعبة، نشقها من اللاطة، من بارتي اللوطانية، نحلها على نعمل لها كيل اكس، كل كعبة نعملها اكس هكاكا ونغسلها ونحطها في الصحفة هاكي، ومن بعد تالي نرجع لكم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كيما شفتوا شدت نغسل فيهم الكل ليكا، الكمية الكل بريسك عملتها كيما شفتوها برشا. عملت لي برشا كمية كبيرة، عملت لي طماطم، وطماطم جتني نظيفة سمحة تعمل كيف. وخير من نقعدوا نشروا في الطماطم، حكة الطماطم ب4700، ما فيها حتى شيء، 3 مغارف ولا 4 مغارف تكمل، نطيب بها مرتين كسكسي مقرونة تكمل. قلت خليني نبدل، نعمل بالطماطم هاكي، والله اليوم طيبت بها برسك كيما تشوفوا شقيتهم كيما هكاك. طيبت بها اليوم صلصة والله تعمل 66 كيف. صلصة جت حلوة وجت ماهيش محمراء وبمغرفتين من الطماطم هذه. كيما تشوفوا بعد ما شقيتها على 2 عملتها كيل اكس في الملاطة من كعبة الطماطم ملاطة. تو باش نحطها في الماء يغلي، نخليها تغلي شوية ومن بعد تاني نحطها ونبردها كيما تشوفوا، نخليها يعني تتقشر باش نقشرها الكعبات الكل نقشرها، ومن بعد تاني نرجع لكم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لا إله إلا الله واستغفر الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كيما تشوفوا تويك الكل خليتهم لين غلو شوية، ما نمي برك كيما تشوفوا فيا نوري فيكم كيفاش نقشرها، تتقشر بسهولة تامة كيف نحطها في الماء سخون. نكملهم الكونتيتي كلها، نحطهم في الصحفة ونمشي نبردهم بسبالة ونقشرهم يتقشروا بسهولة. نحطهم في الصحفة هيك ونحل السبالة عليهم، نغسلهم يتقشروا بسهولة تامة. كما شوفوا قشرت الكونتيتي الكل، الكمية هيك الكل اللي جتني، اللي عملت الصندوق كامل براسك، الكمية هيك خليت يجي 3 ولا 4 كعبات وبس. كما تشوفوا تويكة باش نحطها فوق الغاز، نخليها تزيد تغلي شوية، نزيدها شوية
شوية مي زدتها، خاطر هي فيها بطبيعتها فيها المي وتسيب ماها. زدتها شوية مي وخليتها باش ما تشدش في القاع متاع الطنجرة، ونخليها تغلي لين تخفى. نزيدها مغرفة سكر ونص مغرفة ونص براسك ملح الليمون. عندي ملح الليمون شريته يصبر الحاجة، خلاها حطيت مغرفة ونص، مغرفة صغيرة، ونخليهم تغلي لين تخثر بالكدا، ومن بعد تالي نرجع لكم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. كما تشوفوا بدت تخثر، باش نطفي عليها ونخليها تبرد ليلة كاملة. خليتها ليلة كاملة برسك الكمية اللي مش هيك برك، عندي 12 برسك كبر واحد، الكمية 12 برسك. بعد ما خثرت كما تشوفوا خثرت، شوفها خليتها غطيتها وخليتها تبرد ليلة كاملة، ومن بعد تالي رجعت لها من غدوة، رجعت لها باش نرحيها. شفتوا 12 برسك كيف حطيتهم كما تشوفوا. توا باش نرحيها، توا هاني حطيت نرحي فيها، ومن بعد باش نزيد نرجعها على الغاز. هي الطماطم هذه يحب لها برشا وقت كما تشوفوا. من بعد ما رحيتها حطيتها في الطنجرة، رجعتها في الطنجرة وباش نخليها تزيد تطيب مرة أخرى. توا باش نزيدها حاجة أخرى، أسيست أخرى، باش نزيدها مغرفتين 3 مغارف نشي سامحوني، 3 مغارف نشي باش نحلهم في الماء، ومن بعد نحطهم في الطماطم باش تخثر تولي خاثرة، باش تولي كل معجون طماطم كيما الكريمة، تولي كريمة طماطم. نحلها كيما تشوفوا فيا، نحل فيها هكا ونعملها بالكدي، نحلها باش ما يوليش فيه كعابر. وبعد تاني الطنجرة ونخلي الطنجرة هي تغلي، ويلزمني نحرك لين تخثر وتعمل الفقاقيع متاعها. نطفي عليها معناتها راي المعجون الطماطم راهو طاب. كما تشوفوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وتوا شوفوا صبيت باش نصبها، شوفوني باش نصبها في وسط الخلوط، ويلزمني ديما نحرك، ما نوقفش على الخلوط باش ما تشدش في الطنجر وتعطي مطعم خايب. كان إذا حصلت شدت تولي الطعم متاعها خايب، محروق وشادة، والطماطم تولي مش حاجة. شديت نطيب فيها لين طابت وخثرت، وبعد تالي حطيتها وخليتها تبرد. بعد ما بردت وولت زاد خثارت أكثر، شفتوا كيفاش ولت. شديت نحرك، ما وقفتش على التحريك بالكل، وهي عمالو تزيد تخثر، كل مرة تزيد تخثر. ومن بعد تالي نهبطها نخليها تبرد. بعد ما تبرد نحطها في الدبابس بولار. بالنسبة للدبابس البولار باش نحطهم في الفريجيدير الملاطة. يعني بالنسبة من قبل ما نحط فيهم الطماطم عقمتهم هما بالماء سخون، وحطيتهم في الطنجرة فيها ماء سخون وخليتها تغلي، وحطيتهم بعد تالي حطيتهم يبردوا.
وتوا باش نحط فيهم الطماطم اللي في البولار، حطيتهم في الفريجيدان ملاطة، والبلاستيك من بعد ما بردت وكل البلاستيك حطيتهم في الكونجيلاتور. بلاستيك زادة متاع كونجيلاتور، راهم مش خايبين معناتها مش بلاستيك العادي، بلاستيك متاع كونجيلاتور. حطيتهم في برسك زوز جوني متاع بلاستيك، وجوني 3 دبابز كبار بولار، وعندي 2 صغار. بالضبط جتني كونتيتي كمية كبيرة جتني. أما خير نشري طماطم ولا نشري حكوك؟ صحيح الحكوك تبقى وتقعد برشا، أما بصراحة جتني الطماطم هذه أحسن بصراحة. نتمنى تجربوها وتعطوني رأيكم، وكان عجبتكم وصلتوا للمرحلة هذه في الفيديو ما تنسوش باش تشجعوني وتشتركوا في قناتي وتعملوا لي كومنتار يفرحني، وإن شاء الله عجبتكم الوصفة. كما تشوفوا بدت تبقبق، شفتوا نتوا نطفي عليها ونخليها تخضر، هي باش بطبيعتها كي باش تبرد باش تزيد تخضر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. تويك خليتها تبرد برسك من الصباح لليل، وتوا في الليل باش نحط رتو الباخ متاع مازالت سخونة من والله من الصباح للعشية ومازالت سخونة. شديت الباخ متاع البابس باش ما يتكسروليش، عملت لهم كيما تشوفوا فيا باش يجي الباخ شوية في الدبوزة، ومن بعد نصب في وسطها الطماطم. كملت الكونتيتي كلها، ومن بعد تالي استغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كما تشوفوا الكمية كبيرة، كمية برشا، الطنجرة معبية بالكدي جتني كمية. وتوا بعد ما حطيتها في الدبابيس باش نغطيها بالبابي، غطيت الدبابيس الكوليكا كما تشوفوا، غطيهم الكوليكا ومن بعد اللي نشد نقبهم الكل بالكردون، نقبهم في الوسط باش الباخ متاع الطماطم ما يوليش مي ويهبط على الطماطم. خليهم يبردوا ومن بعد تالي نرجع لكم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء لا في الأرض ولا في السماء وهو العلي العظيم. كملتهم كما تشوفوا فيا، غطيتهم الكل حتى متاع البلاستيك غطيتهم كل، وتو باش نقبهم. تو تشوفوا كيفاش نقبهم، كل كعبة نقبها شوف كل كعبة شنت نقبها هكا في الوسط، نقب لين الباقي كله يخرج على برا، ومنها تبرد ومنها مش ما يدخل حتى شيء في كيف كي تقعد برسك. حطيتها ليل كامل، في الليل الصباح شدت هي تشد الوقت لا محالة، معناتها برسك نهارين واني نخدم فيها ونعمل فيها برسك نهارين. خليتها هكاكا ومن بعد نغطيها ونخليها برسك على الأقل 3 سوايع 4 سوايع لين تبرد والبولار يولي بارد. وتوا من بعد ما بردت باش نحي لها البابي هذاك ونعمل واحد آخر، خاطر شفتوا مبلول بابي، نعمل كل كعبة وحدها
نعمل كعب أخرى بابي آخر ونقلبها ونغطيها بالغطاء متاعها ونقلبها. كيما تشوفوا نحط على راسها ونخليها تبرد على راحتها. باش نحطها في الفريجيدير ولا في الكونجيلاتور يلزمها تبرد على راحتها البر باش ما تقعدش سخونه ويقعدش هي برسك بردت من المره اللي فاتت من حطيت ملي حطيتها المره الاولى كي غطيتها بالبابي المره الاولى. كيما تشوفوا نكمل الكونتيتي الكل نغطيها البول الحكوك الكل ونحشيهم ونقلبهم حتى في الفريجيدير يقلبوهم حطوهم على روسهم تخلوهمش معناتها وفما أسيس أخرى يلزمكم مثال كي باش تعبوا دبوس البولار ما تعبوهاش للآخر. شفتوني كيفاش ما بعبيتهاش للآخر باش كيف نقلبوها الهواء متاعها ما خاطر هي بطبيعتها بالثلج والواحد تتضاعف وتولي هيك الغطاء يتنحى ويتحل معناتها. جربت مرة هيك ومرة هيك عملتها في قناتي الأولانية مرة هيك ومرة هيك الأخرى الغطاء يتبوط ويتنحى يتحل. بالنسبة لهذه كيف تولي ناقص الطماطم ما تحطوش الطماطم للآخر كيما تشوفوا مش للآخر. كملت غطيتهم الكل وباش ونقلبهم على روسهم كيما تشوفوا ونخليهم يبردوا تماما على الاخر باش خاطر البولار يتكسر كيف تحطوه في الفريجيدير حتى في الكونجيلاتور ولا في الفريجيدير يتكسر. بعد كيما تشوفوا حتى متاع البلاستيك حطيتهم وحطيتهم في الكونجيلاتور وهذوك حطيتهم في الفريجيدير ملاطة. كيما تشوفوا هذه الطماطم متاعنا جت خاطرة تعمل كيف وعمال وتزيد تبرد وتزيد أكثر تخثر. راهي طماطم معجونة تعمل 66 كيف. نودكم ومنشهيكم ونتمنى تجربوها وتعطوني رايكم. واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونخليكم في أمان الله في فيديو آخر ووصفة أخرى إن شاء الله وفكرة أخرى وإن شاء الله تعجبكم.